روحتش في اي حته النهارده خالص. كل الخطط بتاعت النهارده اتأجلت لبكره بسبب ان انا جيت متاخر النهارده ساعتين، مش ساعه ونص زي امبارح. كنت في الاخر الصراحه هنزل، بس جيت على اخر لحظه قلت لا، هنزل بكره. همشي من البيت الساعه 8، اروح انزل بدري اقعد في مكان لحد ما الدنيا تفتح مش عارف ايه، وبعدين اروح المشاوير اللي انا عايز اروح. لان انا اقعد اجل كده الموضوع ده مش هينفع. الصراحه مش عارف هل في حد قادر يتخيل معايا ولا ان رمضان بينتهي. رمضان فاضل اقل من اسبوعين ويخلص. السرعه دي عدى بسرعه قوي. اوكي، كان لازم احلق لان بقالي فتره كبيره جدا ما حلقتش، فكده افضل بكتير جدا بعد ما ظبطنا الدقن ومش عارف ايه. كده احسن بكتير جدا. هو بقى شعري ان شاء الله اللي انا عايز احلقه، ولكن عايز اطوله. بس انا زهقت ان هو مش راضي يطول، في نفس الوقت زهقت من شكلي كده. عايز احلق وعايز اجدد، فمش عارف الصراحه اسيبه يطول ولا لا، وبعدين احلقه. عقبال ان شاء الله اما اخد قرار في الموضوع ده. واحد من ضمن اسباب كرهي رمضان هو الطبق ده. انا بس عايز افهم حاجه، ليه سايبين السنة كلها ما بنعملش الكحك والحاجات دي كلها والكنافة والحاجات دي كلها غير في رمضان؟ بس أهم حاجة تاكلوا معايا جامد عظيم الصراحة. فلو أنا اتخنت الفترة الجاية انتوا تبقوا عارفين السبب من ايه. انما انا مش هاكل الطبق ده كله عشان ما اتخنش، اكيد انا لازم احافظ على جسمي، ولازم انت كمان تعمل كده. يعني انا لا يمكن ارجع اتخن تاني، لا يمكن ارجع ابهدل الدنيا تاني. كل يوم واحدة اتنين تلاتة بالكتير قوي. دي كده تالت واحدة ليا، مش هاكل تاني النهاردة. عشان لو كلت تاني النهاردة مع بكرة مع بعده مش يعني الدنيا دي كلها الواحد هيتخن وكده، وانا لا يمكن ارجع اتخن تاني. لا يمكن لا يمكن لا يمكن. المهم، شايف انت سلسلة التأجيلات امبارح والنهاردة ان انا منزلتش المشوار اللي انا عايز انزله؟ سبحان الله سبحان الله. النهاردة انا عرفت ليه التأجيلات دي كلها حصلت، وهنعرف بكرة التأجيلات دي كلها حصلت ليه، او في اليوم اللي انا هنزل فيه. يعني سبحان الله، انت عمرك ما تعرف الخير فين الا بعد فترة. سبحان الله، المرة دي الخير انا عرفته بعدها على طول يعني. الحمد لله. على قد ما انا كنت متضايق اللي هو ليه باجل، ليه، على قد ما انا النهارده بعد الفطار كده عرفت السبب. فاللي هو كنت يعني في قمه السعاده، اللي هو الحمد لله ان انا اجلت الكلام ده كله. تاكلوا معايا. انا واحد من الناس اللي حصل في حياتي احداث كتير جدا جدا، كنت نفسي اعرف ليه بيحصل معايا كده، ليه الحاجه اللي انا عايزها ما بتحصلش وبيحصل عكسها تماما. في حاجات عرفت بعدها بسنين هي ليه حصلت معايا، وفي حاجات لحد الان أنا لسه ما اعرفش هي ليه حصلت. ولكن الحكمه من الموضوع اللي هو مهما يحصل في حياتك قول الحمد لله، لان انت مش عارف الخير بتاعك فين، ولا يمكن تعرف الخير بتاعك فين غير بعدها بفتره. وفي حاجات اصلا انت ممكن ما تعرفش هي حصلت ليه، ولكن هو ده الخير ليك. انا في حاجات كتير جدا كان نفسي ان هي تحصل ولكن ما حصلتش، حصل عكسها تماما. وبعدها بفتره كبيره عرفت ليه الموضوع ده حصل. يمكن ده موضوع بسيط جدا جدا، اللي هو انت بتاجل يا عم عادي، انت كده كده هتعمل الموضوع ده، ولكن انت بس بتاجل النزله بتاعتك للمشاوير دي كلها. فالموضوع تافه جدا وموضوع بسيط جدا. ولكن لما تيجي تفتكر بقى كل حاجه حصلت لك، اللي هو تيجي تقول الحمد لله فعلا. لان انت فعلا يعني لولا ان الموضوع ده حصل النهارده، انا كان في خطوه تانية تماما غير اللي هتحصل الفتره الجايه كنت هعملها. مش هقدر اتكلم دلوقتي واديكوا تفاصيل اكتر زي الحاجات اللي فاتت كلها، مش هقدر اتكلم عليها واديكوا تفاصيل. لكن وعد مني هيجي الوقت اللي هنعرف نتكلم عن الموضوع ده كله، واقدر اشرح لكم كل حاجه حصلت هي ليه حصلت، وانا اتعلمت ايه منها فعلا. وفي حاجات انا كنت عايز ايه ولكن حصل ايه، بس بعدها بفتره انا عرفت لو انا كنت خدت الحاجه اللي انا كنت عايزها كان ده فعلا الشر ليا. تفاصيل كتير جدا هحكيها الفتره الجايه. فيعني الدرس اللي انا عايزك تاخده من الموضوع ده كله، مهما اي حاجه تحصل في حياتك، طول ما انت سعيت، طول ما انت سعيت وعملت اللي عليك قول الحمد لله، لان هو ده الخير فعلا اللي انت خدته، مش ازيد من كده. لو خدت اللي انت عايزه مش ده الخير ليك. فالدرس اللي انا عايزك تتعلمه هو قول الحمد لله على اي حاجه طول ما انت سعيد. لو انت سعيت ارضى بالنتيجه او ارضى بالمكتوب ليك، لكن لو انت ما سعيتش هو ضيعت عادي. تاكلوا معايا. النهارده الصراحه ما كانش في احداث كتير في اليوم، ما نزلتش كتير، ما اشتغلش، ما كانش في حاجات كتير يعني في اليوم ان هي تتصور. فالنهارده الفلوج هيبقى قصير جدا، اعتقد ان هو يبقى 3 دقايق 4 دقايق بالكتير جدا، بسبب ان مفيش حاجات كتير حصلت النهارده. بس ان شاء الله بكره يحصل حاجات اكتر، في احداث اكتر هتحصل في الايام الجايه. فالنهارده الصراحه ما كانش عندي اصلا نيه للتصوير، يعني النهارده كان يوم ملخبط جدا. اولا ما كانش عندي نيه للتصوير،
مفيش احداث كتير جدا بتحصل النهارده، فما كانش الواحد فيه دماغ اصلا ان هو يصور. ده غير ان انا مصدع النهارده من الصبح لحد الان، فاليوم النهارده ما كانش فيه احداث كتير ان هي تصور، بس كان لازم اعمل فيديو النهارده، كان لازم حاجه تطلع النهارده النور، بسبب ان انا لازم التزم بكلمتي. 365 فيديو في 365 يوم، كل يوم من غير ما افوت ولا يوم. اشوفكم بكره، سلام.